صبايا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صبايا ما تحزنوني على صوتي، بس انا مريضة شوي. اليوم رح نعمل فتلة سريعة بالمطبخ. شو اهم النقط اللي لازم ننتبه لها بالمطبخ، وكيف ننسقه بطريقة ما يكون فيه كتير اغراض وبنفس الوقت يكون انيق وما يكلفك كتير. هلا النقطة الاولى انا اللي كتير بتزعجني هي هاي القصص اللي يعني هي عملية معنا كتير، هاي الطناجر والقلايات وهيك، بس بنفس الوقت بتاخد مكان كتير. خليني افضي المكان بسرعة وبرجع لكم. وهي صبايا بعد ما فضيت قرنة القلاية والطباخ الآلي وحطيتهم هون، شايفين كيف؟ هاي الغطا فوق وهي الطنجرة. بس للأسف القلاية ما وسعت، فبدي لاقي لي طريقة تانية. بعدين انا فضيت المجلة كلها لحتى احسن عيد ديكورها مثل ما انا بدي ونسقها مثل ما انا بدي. هلا ما بخفيكم المطبخ ما بضل على حاله مثل ما انت بدك، بس اهم شي كل فترة انك تغيري فيه. وهي صبايا بعد ما قمت الابريق. وخليني فرجيكم البديل عن هي السلات، لانها بصراحة مو عملية ابدا، والبطاطا والبصل فيها بيرطبوا، التهوية فيها مو كافية. هلا البديل كفكرة اولى هن هدول السلات. راح افضي فيهم البصل والثوم والبطاطا بهدول السلتين، وراح فرجيكم وين كمان راح احطهم. صبايا انا جبت هاي لحتى احطها هون على الطرف واحط عليها سلات البصل والثوم، بس انا نسيت انه هي بدها تركيب، فهلا حروح ركبها ان شاء الله ما تكون صعب تركيبها وبرجع لكم. وهي الشكل النهائي للرفوف. طبعا ساعدني زوجي بتركيبها، لان بصراحه تركيبها اصعب مما توقعت. هلا رح احط عليها السلات والديكورات. وهي صبايا الشكل النهائي للرفوف. هيك حبيت احط عليه اول شي الشمع. هلا خلينا نروح على النقطة المهمة، هي تغيير لون هي. وهيك صبايا كان الشكل النهائي للرخامة. وهلا خلينا نبلش بالديكورات اللي حنغيرها على المجلة. رح احبي بهي الزيت، وهون الملح، وهي الملح بعد ما عبيته. اول طريقة رح اجربها معكم هو هذا الحامض، هو ثابت، فرح ثبته هيك هون، نحطه بالزاوية. رح احط عليه مطاربين الشاي والسكر والقهوة، بعدين رح احط الملح والزيت. هي الطريقة الأولى اللي رح احط فيها هي الأغراض. بس في عندي حل تاني كمان، حسيت انه هالأغراض هي انه القطعة صغيرة عليهم، فأنا بإمكاني احط هي. هلا هي أكبر ودوار. الطريقة الثانية شوف كيف بدورهم هيك، باخذ الشي اللي بدي اياه منه. وكمان بالاضافة رح اقلب البهارات على هي، وكمان خليها هون قدامي على المجلة. هي شكلها بصراحة كتير حلوة، او كمان هي دوارة فممتازة، بتجنن على فكرة. فبتوقع اني اخلي الصحن الدوار وهي دوارة، فحلوين طالعين هيك تمام، لذيذة. رح افضي البهارات الضرورية فيها وبرجع لكم. وهي شكل البهارات النهائي. انا طلع عندي نقص بالبهارات، فمشان هيك ما عبيتهم كلهم، بس بتوقع هي البهارات يعني اغلبية البهارات اللي انا بستعملها او اللي بستعملها يوميا تمام. رح احطها هون قدام الغاز مشان رح احطها هيك قدام الغاز مشان تكون قريبة علي وانا عم اطبخ. وهلا حنروح لهديك الجهة لنشوف شو بدنا نعدل عليها كمان. هاي المعالق بعد ما فتحتها وحطيتها هون كمان قدام الغاز حتى تكون قريبة على هي هيك هون او هون هيك.
حتى شوي تعطيني، حتى تعطي هيك شوية حركة تعليقات انتو صبايا كيف ملاقيين الصواني، هدول الصواني يعني، فما بعرف كل وحدة بلهجتها شو بتقلها. ايهن نضبون ولا لا خليهم هون مو مقصرين. وهلأ رح اعمل لكم فتلة سريعة بالمطبخ. هاي اول نقطة غيرتها، ممتازة هي على فكرة كتير حبيتها.
صبايا، هذا كان فيديو اليوم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. شاركوني بالتعليقات اذا حبيتوا التغيير اللي صار بالمطبخ او لا. اذا حسيتوا في شي من هالافكار هاي فادتكم. طبعا صبايا، هذا كان فيديو اليوم. صراحة انا كتير مبسوطة بالتغيير اللي صار بالمطبخ، حبيته كتير. كتير رايق وبنفس الوقت ما انحجر كتير. هذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. بحبكم كتير، باي باي.